مساء الخير يا حبايبي، اهلا بيكم. هنعمل مع بعض الكسكسي، هنعمله بطريقه سهله جدا وسريعه جدا جدا. المقادير عندي عباره عن دقيق اي كميه تحبيها، وعندي كوبايه ميه وعليها ربع معلقه ملح. هنجيب مفرمه البصل وهنعملها في مفرمه البصل بمنتهى السهوله، ولو مش متاحه المفرمه ممكن تعمليها في المطحنه بتاعه الخلاط هتديكي نفس النتيجه. هبدا معاكم بالطريقه على طول. هحط كميه الدقيق اللي انا عايزاها بالشكل ده كده، وابتدي احط الميه اللي مدوبه فيها الملح كده كميه قليله جدا، واضرب بالكبه. طبعا هنفضل نضرب تدريجيا لحد لما نوصل لشكل او حجم حبات الكسكسي اللي احنا عايزينها بالشكل ده كده، ونضرب تاني. همشي معاكم واحده واحده، وكل مره هنشوف شكل حبات الدقيق. لسه عايزه ميه تاني، نحط كده ونضرب تاني. انا ماشيه معاكم واحده واحده ومش عايزه افصل الفيديو علشان نشوف قد ايه هنوصل للنتيجه بسرعه اللي احنا عايزينها. بصوا ابتدت تعمل حبات صغيره، لكن لسه طبعا عايزه ميه تاني. هنزل الجناب كده، بزود شويه ميه تاني واضربها. هنزل الجناب بالشكل ده. بصوا كده ابتدت تبقى حبات صغننه، لكن لسه عايزه شويه ميه تاني علشان يوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. ونجيب لو في من تحت نقلب كده كويس علشان نضمن ان كله زي بعضه. لو انتوا شايفين كده بصوا شكله اهو. هنزل في المعلقه كده وازود شويه ميه صغيرين واضربه. لو زادت مني الميه ولقيته هيعجن احط على طول شويه دقيق. بصوا يا جماعه كده، بصوا اهي ابتدت تتشكل معانا زي ما احنا شايفين. هنزل الجناب واحط شويه ميه وكده هتبقى جهزت معانا. شويه ميه صغيرين، مش بنحط الميه مره واحده علشان ما تعجنش. نبص كده اهو الحبات بقت معانا جاهزه. مش عارفه واضحه ولا لا، بالشكل ده اهي. بصوا يا جماعه في دقيق تحت اهو شايفينه. هنقلبه كويس علشان يندمج مع الكل، وبعد كده هضربها ويبقى كده بقت جاهزه معانا. وهنشوف بعد كده الخطوات. هقلبها كويس واضربها في المفرمه كمان مره وكده هتبقى جاهزه معانا. نبص كده بقت الحبات كده بالحجم اللي احنا عايزينه زي ما احنا شايفين كده، بقت جاهزه معانا. طبعا المفروض ان احنا بننزلها من الغربال او المنخل بتاع الكسكسي، لكن طبعا مش كله متاح ولا انا متاح عندي، فانا بنزله بالمصفى دي. احطه كده وبنزل كله وانزله بالشكل ده عشان لو في اي تكتلات او اي حاجه ما اتعملتش كويس تبقى موجوده معانا ونشيلها على طول، او نفضل حتى نعمل فيها كده لحد لما تنزل، وكله يبقى نفس الحجم. كده خلاص زي ما احنا شايفين. بصوا مفلفل وجميل ازاي. هعمل الكميه اللي موجوده من الدقيق بنفس الطريقه واخلص الكميه كلها ونرجع نشوف باقي الطريقه.
بصوا يا جماعه، الكميه اللي فاضله انا هزود كميه الميه فيها بحيث انها تعجن، وهوريكم ازاي نزود دقيق ونوصل للي احنا عايزينه وما نقلقش خالص. مش هتبوظ مننا ولا اي حاجه. انا هزود كميه الميه واضربها واخليها تزيد شويه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. نبص كده نلاقي كميه الميه زادت، يعني بقت مفروله بس مديه على العجينه زي ما احنا شايفين كده. كل اللي هنعمله ان احنا هنزود شويه دقيق بكميه قليله، يعني ايه، معلقه كده، معلقه ونص، مش كتير، واضربه تاني. وابص فيه، بصوا بالمعلقه كده، بصوا اهو زي ما احنا شايفين. لو لسه معجن هنزود شويه دقيق تاني صغيرين. لو حسيت ان هو كده تمام ومظبوط يبقى كده هكتفي بكميه الدقيق اللي زودتها زي ما احنا شايفين كده. انا حاسه ان هو لسه محتاج سن دقيق، يعني نص معلقه كده كده. وكده بقى جاهز معانا. هننزله في المصفى زي ما عملنا قبل كده بالشكل ده كده. ويلا بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. طبعا لو في عندي كميه من دي كتيره متبقيه ممكن اقدر ارجعها الكبه تاني واعملها كمان مره. هي عامه دي مش اول مره احنا هنعمل في الكبه، احنا هنسويه شويه على البخار ونرجع نعمله تاني في كبه البصل. هاخد دول واضربهم في كبه البصل واخلص الكميه كلها وارجع لكم. هنا انا جبت شاشه بيضه، هبتدي احط الكسكسي اللي انا عملته بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بصوا بصوا، وهبتدي اقفل الشاشه عليه كده ونروح نحط حله على النار عليها مصفى. الحله دي فيها ميه، هنخليها تغلي ونحط عليها المصفى، بس المصفى ما تلمس الميه. ادي الحله بتاعتنا، هنحط عليها المصفى بالشكل ده، المصفى قد الحله بالظبط. وهجيب الشاشه اللي حطيت فيها الكسكسي وابتدي احطها بالشكل ده كده، واقفل عليها كويس واغطيها واسيبها نص ساعه بالشكل ده. وهنرجع بعد نص ساعه نشوف هنعمل ايه. وبعد نص ساعه نبتدي نشوف الكسكسي بتاعنا ونقلبه زي ما هو كده. طبعا هيبقى ماسك في بعضه، ده طبيعي. هنفضل نعمل فيه كده لحد لما نفلفله خالص. هو بيتفلفل بسهوله، ولسه كمان هنضربه في مفرمه البصل زي ما قلت لكم في الاول، بس يبرد شويه واحنا بنقلبه بالمعلقه كده. خلاص انا هشيله من على النار وهنرجعه تاني برضو على النار، بس الخطوه دي هشيله من على النار وهفضل اقلب فيه بالمعلقه لحد لما يبرد، وبعدين هضربه في كبه البصل وهنشوف مع بعض الخطوات. بصوا يا جماعه عشان موضوع الحله يبقى واضح، دي الشاشه اللي حاطه فيها الكسكسي، ودي المصفى اللي انا حطاها على حله فيها ميه على البخار زي ما احنا شايفين كده. انا حاطه الحله نفس مقاس المصفى، نفس مقاس الحله، وبغطيها علشان البخار كله يطلع على الكسكسي ويستوي. ممكن كمان تحطي مصفى عاديه مش نازله زي كده، يعني مصفى العاديه مش مشكله. اهم حاجه تبقى مقاس الحله مقاس المصفى، وكمان الميه ما توصلش للمصفى من تحت علشان ما تلمس الكسكسي هنا ويعجن. احنا بس عايزينها تستوي على البخار. هفلفل الكسكسي زي ما قلت لكم، هنرجع نكمل الخطوات سوا. كده خلاص بعد ما بارد معانا هحط له شويه ميه صغيرين خالص واقلبه معاه واضربه في مفرمه البصل، وبعدين هنحطه في الشاشه ونرجعه تاني. بصوا الميه قليله ازاي. هو بصوا يا جماعه اهو، وزي ما انا قلت كده المفرمه هترجعه تاني مفلفل. ماشيه معاكم واحده واحده علشان نعرف الخطوات بالتفصيل. حط شويه تاني وخلاص كده بالشكل ده. كده انا اديته احتياجه من الميه. هاخد جزء وهحطه كده بالشكل ده ونضربه
بصوا يا جماعه اهو مفلفل وجميل. هجيب الشاشه بتاعتي نفس الشاشه واحط الكسكسي بالشكل ده. بصوا بصوا هخلص الكميه كلها وارجع لكم. كده انا خلاص خلصت الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده. هبتدي ارجعها تاني بالشاشه جوه المصفى وهديها كمان نص ساعه وكده يبقى الكسكسي جاهز معانا. هلم الشاشه كده، طبعا لو شاشه اخف من دي كمان هيبقى احسن، وهنرجعها في المصفى. نص ساعه نرجع له. وكده بعد نص ساعه هنشوفه مع بعض بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه مفلفل وجميل ازاي. كده خلاص استوى معايا وبقى جاهز وجميل. ولنفرض ان هو ما كانش مفلفل او فيه تكتلات، هاخده هروح افرمه في مفرمه البصل برده لحد لما افلفله ويديني نفس النتيجه اللي احنا شايفينها دي. كده انا فضيته هنا. هبتدي احط سمنه عليه. حطي اي نوع سمنه انت عايزاها، بس طبعا السمنه البلدي بتبقى جميله جدا فيه، سخن جدا. هقلبه بالمعلقه وبعد كده هقلبه بايدي علشان اشربه كله من السمنه بالشكل ده. سهل جدا صدقوني وسريع جدا جدا وهيعجبكم. حاجه معموله في البيت نضيفه ومضمونه وعارفه انت حاطه فيها ايه بالظبط وعاملاها ازاي كمان. هقلب السمنه معاه كويس. لما يبرد شويه اقدر احط ايدي هعمل كده وهشربه كله بالسمنه. بصوا وكده الكسكسي بتاعنا بعد ما خلص. انا احط عليه سكر بودر، لكن طبعا تقدري تعمليه حلو او مالح زي ما انت عايزه. ولو موجود كميه كبيره بحطها في الثلاجه واخد منها واسخن بمعلقه سمنه على النار بيسخن وبيبقى. وده الكسكسي بتاعنا بعد ما خلص. هو سهل وبسيط وسريع وطبعا من الحاجات اللي كلنا بنحبها الصغيرين والكبار. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب.